تعرفوا ليه لما بيكون في حد مستهتر بنقول عليه ده عايم في ميه البطيخ؟ نزلنا نسأل الناس الجملة دي جت منين، تعالوا نشوف قالوا ايه. تعرفي بنقول امتى ده عايم في ميه البطيخ؟ تقريبا اللي هي بيبقى حد اصلا مش داري بالدنيا وعالم مع نفسه ان هو خلاص هو دماغه مش معانا. طب تعرفي اصل الجملة جت منين؟ الصراحه لا، عشان انا من اللي عايمين في ميه البطيخ ما اعرفش يعني الصراحه. تعرف بنقول امتى ده عايم في ميه البطيخ؟ للاسف ايه دي؟ قول السؤال تاني. هو بنقول عايم في ميه البطيخ لما يبقى وراه كذا حاجه او مش دريان بالحاجه اللي حواليه، او في وراه مهام معينه ان هو يعملها. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. ومش بيعملها، فبنقول عليه ده عايم في ميه البطيخ او ميه المخلل. طب تعرف اصل الجملة جت منين؟ لا. تعرف بنقول امتى ده عايم في ميه البطيخ؟ لما يكون واحد مش متابع كل اللي بيحصل ده وقاعد مستقنيس كده على جنب وفرحان قوي. طب تعرف حكايتها جت منين او اصل الحكايه جت منين؟ يعني انا مش عارف، بس من اسمها ممكن تكون مثلا سفينه محمله بطيخ ولا حاجه، فالسفينه دي جرقت فالبطيخ كله وقع في البحر مثلا، فقال لك انت عايم في ميه البطيخ. بتقول جمله ده عايم في ميه البطيخ او سمعت عنها قبل كده؟ يعني بقولها وسمعت عنها. طب تعرف اصل الجمله جت منين؟ معرفش بالظبط بس تقريبا كده. حضرني موقف لما كنت عايش ايام الملك زغلول الثاني. انت اللي كنت عايش؟ ان زمان كان في ملك زمان، مش عارف بقى كان فرعوني ايه، كان ديموطي، ايا كان بقى مش مشكلتنا، بس كان هو بيحب البطيخ جدا. فمره جاب بطيخ كتير قوي وراح فتحه كله نصاص وشال كل اللب وعمل عصير وحطه بقى في المكان اللي بيستحمى فيه، وراح نزل بقى بوشه بقى، نزل كده عمل كده بقى. ما اعرفش بقى، فممكن اكيد ما اعرفش بقى، اكيد حاجه هبله زي دي حصلت زمان. يا ترى متفق مع حاجه من اللي قالوها ولا ليك راي تاني؟ اكتبوا لي في الكومنتات واستنوني في الفيديو اللي جاي اقول لكم هي جت منين جمله ده عايم في ميه البطيخ.